جربت تقطع تفاحة وتنساها، بترجع تلاقيها اسود. طب ليه؟ لان حصل فيها حاجة اسمها اكسدة، وده بالظبط اللي بيحصل في جسمنا بشكل مستمر. بس قبل ما ندخل في الحكاية دي، تعالى نفهم جسمنا ماشي ازاي من جوه. كل حاجة في الكون ربنا خلقها متكونة من حاجة صغيرة جدا جدا اسمها ذرة. الذرة دي عاملة زي النظام الشمسي بالظبط، بس على صغير جدا جدا. سبحان الخالق. في النص في النواة، جواها جسيمات صغيرة موجبة اسمها بروتونات، وجسيمات صغيرة متعادلة اسمها نيوترونات، وحواليها بيلف الكترونات سالبة في مدارات زي الكواكب بالظبط. كل ذرة ليها عدد محدد من الالكترونات. لو فقدت الذرة دي الكترون بتبقى مش مستقرة، بتتحول لحاجة خطيرة جدا اسمها فري راديكال او شاردة حرة، وتبدأ تدور على ذرة تانية تاخد منها الالكترون علشان تستقر. الفري راديكال دي يعني ذرة ناقصة الكترون، وعشان ترجع طبيعية لازم تسرق من ذرة تانية الالكترون اللي فقدته، وسلسلة ما بتخلصش. والخلايا في جسمك بتتكون من ذرات، ده معناه ان في حرب جوه الخلايا، لان الذرات قاعده تخطف من بعضها الالكترونات. الفري راديكالز دي بتعمل ايه؟ دي بتهاجم الحمض النووي الدي ان ايه اللي موجود في خلايا اجسامنا، وده ممكن يعمل طفرات جينيه وسرطانات، ويسرع الشيخوخه، ويؤدي الى تجاعيد وضعف عضلي ومشاكل في النظر، وان الاوعيه الدمويه تتضرر، وده بيزود خطر الجلطات وامراض القلب. بتهاجم الخلايا العصبيه برضه، ممكن تكون سبب في امراض زي الزهايمر والباركنسون اللي هو الشلل الرعاش، وده بيضعف الجهاز المناعي وبيخلي الجسم عرضة لأي مرض. يعني بصراحة لو سبتها تسرح في جسمك هيبقى ساحة حرب. منين بتيجي الشوارد الحرة؟ الشوارد الحرة بتيجي من العمليات الحيوية اللي هي بتحصل لكل إنسان، زي الهضم والتنفس، بتنتج كميات منها، بس الجسم بيكون قادر يتعامل معاها. إنما لما بتزيد عليه الكمية نتيجة أكل مش صحي، خصوصا المقليات، الزيوت المهدرجة، اللحمة المصنعة زي السوسيس واللانشون، التدخين، تلوث الهواء، الضغوط النفسية، الرياضة العنيفة، وحتى كمان أشعة الشمس الزايدة، لأن بيبقى فيها أشعة فوق بنفسجية بتزود الفري راديكالز دي في الجسم. يعني للأسف احنا محاطين بيها كل يوم، واللي مش واخد باله جسمه بيقع منه حتة حتة. طب الحل؟ مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة دي اللي بتهدي الفري راديكالز. ازاي؟ لأنها ببساطة بتدي لها الإلكترون اللي ناقص من غير ما تتأذي هي، من غير ما تفقد حاجة. يعني شاردة حرة بتيجي تبقى محتاجة إلكترون، بدل ما تاخد من ذرة تانية تيجي مضادات الأكسدة تديها الالكترون اللي ناقص وتخليها تستقر. طيب فين مضادات الاكسده دي موجوده؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مصادر طبيعيه زي فيتامين سي وفيتامين اي، طبعا اللي موجوده في البرتقال والليمون وزيت الزيتون، زي البيتا كاروتين اللي موجود في الجزر والبطاطا والمانجا، السيلينيوم اللي موجود في البيض والسمك، البوليفينات اللي هو الشاي الاخضر والكاكاو والقهوه. نكملها بمكملات غذائيه ينفع بس بحذر، لان مضادات الاكسده لو زادت عن حدها ممكن تتحول لضرر. طيب الجسم بيقدر